السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، معاكم وأخوكم خالد في قناتكم قناة سمارتمان. كيف تجعل الناس تحترمك وتقدرك وكمان تعمل لك 1000 حساب وأي كان شخصيتك حتى لو كنت شخصية ضعيفة. في هذا الفيديو راح أشرح لك 4 طرق بس راح أشرح لك كيف تجعل الناس تحترمك لشخص واثق من نفسه يقدر يتعامل مع أي واحد بالسهولة. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى الاعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة إذا كنت مهتم بالفيديو. يلا بنا إلى الأخير. الأول، احتفظ أسرارك الخاصة بنفسك. من أهم الأسرار يجب عليك أن تحتفظ أسرارك الشخصية، الحياة الشخصية هذه ملكك. لا تخلي أي واحد يتدخل في شؤون الداخلي، لأنه إذا أعطيتهم السر، إذا أعطيتهم الأسرار الداخلي يشتموك ويهينوك ولا تلقى الاحترام ولا يقدروك ولا يعملوا لك 1000 حساب. ليش؟ لأنه أنت قاعد تعطيهم الأسرار الداخلي، يعرفوك أنت مين، ما يكون عندك ثقة وما يكون عندك شيء. عشان كده لا تعطيهم أسرار الداخلي. أسرار الداخلي هي شخصيا. إذا احتفظت الأسرار الداخلي بتساعدك في اتخاذ القرار، بتساعدك في تمسك المسؤولية، بتساعدك تكون ذكي وحكيم. عشان كده لا تعطي أسرارك الداخلي لأي واحد. الثانية، الثقة. واحدة من الأكبر العلامات بالنسبة لي عشان تحصل الاحترام والتقدير لما يكون عندك الثقة كبيرة. ثق بنفسك أنت، لا تخلي أي واحد يسألك ولا تخلي أي واحد يتدخلك ولا يهينك ولا يشتمك. عشان تلقى الاحترام والتقدير لازم يكون عندك الثقة. اتكلم بالثقة عالية جدا، اتكلم قدام الناس كثيرة بدون أي خوف، بدون أي مشاكل. اتكلم قدام المجتمع، العائلة، الأسرة، مع أي واحد. انت لما تتكلم يكون عندك ثقة، ما في واحد يقدر يهينك، ما في واحد يقدر يشتمك. عشان كده لازم يكون عندك الثقة عالية جدا. عشان يكون عندك الثقة بتتعلم المعلومة من أي شيء. لازم يكون عندك معلومة أو المعرفة من أي شيء عشان يكون عندك الثقة. عشان كده لازم يكون عندك الثقة عالية جدا. الثالث، الاستفزاز. بكره شخص واحد يستفز قدام الناس أو قدام المجتمع، لأنها نحن لعبنا معه كثيرة أو فتحنا له وجه كثير. يعني لأنه أنت لما تتكلم أو لما يستفزك هو، ليش؟ لأنك أنت قاعد تسميه مسمى عالي جدا. مثلا أنت بتناديه يا رئيس، يا مهندس، يا دكتور، بوس. نو 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 نو، الأشياء دي نهائيا لا نناديه أو لا نلعب معه أو لا نفتح له وجه أو لا نتكلم معه بأسلوب نتكلم معه بأسلوب بالراحة، بأسلوب شيء عادية جدا. لأنه إذا أنت لعبت معه كثير، إذا أنت يعني معه في ليفل كروس معه، أكيد يستفزك ولا تلقى الاحترام والتقدير. عشان تلقى الاحترام والتقدير لازم تكون بعيد منه، لا تفتح له وجه، لا تلعب معه، لا تسميه بمسمى عالي جدا. عشان تلقى الاحترام والتقدير لا تلعب معه أبدا. الرابع والأخير، قلل استخدام كلمة أنا. بطبيعة الإنسان أي واحد بيحب يتكلم عن نفسه، عملت كذا وفعلت كذا وعندي مال وعندي سيارة وعندي أصحابي وعندي كذا كذا كذا، يجيب قصص قديمة. لازم نوقف الأشياء عشان كل واحد بيحبنا، عشان كل واحد نلقى الاحترام والتقدير من الناس. لازم نسمع كثير ونخليهم يتكلموا عن نفسهم. كل ما تسمع كلمات كثيرة منهم كل ما تستفيد المعلومات الجديدة. عشان تلقى الاحترام والتقدير قلل استخدام كلمة أنا، أديهم الفرصة عشان يتكلموا، عشان تستفيد أنت وهم عشان يحبوك زيادة. عشان تلقى الاحترام والتقدير اسمع كثير وقلل استخدام كلمة أنا. إن شاء الله عجبكم الفيديو. 4 أشياء كيف تجعل الناس تحترمنا وتقدرنا وكمان تعمل لنا 1000 حساب. إن شاء الله عجبكم الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسى الإعجاب في الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة. شكرا على المشاهدة وأشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.